السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة زي ما انتم شايفين اشتريت شوية مشتريات وعملنا أكل جميل وسريع. من ضمن مشترياتنا اللي اشتريناها، تعالوا نشوف مشترياتنا دي كانت ايه وايه هي بالظبط. الأول قبل أي حاجة هعمل أكل كده على السريع للولاد عشان خاطر يكون حلو وسهل بالنسبة لهم. هو ده كان عشاء بصراحة، يعني ما كانش غدا. كنا متغدين بدري وهما كانوا عايزين يتعشوا، وانا جبت الحاجات دي بصراحة فرحت عاملاها لهم. فقلت اصورها معاكم بما اني هدخلها التلاجة فاصورها معاكم. فيلا بينا نشوف احنا جبنا ايه وعملنا ايه بالظبط عشان خاطر نكون عاملين حسابنا في الحاجات والاسعار اللي من بره. احنا جبنا البانيه ده طعمه حلو وجميل وكل حاجة، بس سمكه قليل وطعمه مش افضل حاجة ولا احسن حاجة. بصراحة يعني وللأمانة هو مش وحش، بس مش افضل حاجة انك انتي ما شفتهوش بيتعمل ازاي ولا بيتعمل بايه ولا اي حاجة، ولا اصلا طعمه فراخ ولا مش طعمه فراخ. انا ما حسيتش بطعم فراخ وانا باكله بصراحة، دقته وكلت منه بس مش حسيت بطعم فراخ. ودي موتزاريلا ستيكس. موتزاريلا ستيكس دي ده اسمها، هي موتزاريلا، صوابع موتزاريلا متبلة كده ومعمولة جميلة. فانا عملتها كده، قالت لي الولاد منها على طول عشان خاطر يقعدوا ياكلوا. بعتذر لكم اني لسه البرد عندي ما راحش، بس الحمد لله صوت الظبط، الحمد لله بفضل ربنا وبركاته علينا، ان الحمد لله اتظبطت يعني. ما بقى بيحبوا اللي بتبوظ وتلظ دي كده خالص. فعجبهم الموتزاريلا، والبانيه حلو مش بياخد لون ويتحرق بسرعه، والزيت سخن مش قوي، يعني درجته تكون حلوه. وانا بطلع كابوتشا كده عشان احطها جنب الاكل، لقيتها مجمده، انا مش عارفه مفرزه، فمش عارفه بعيد في التلاجة ولا ايه، ربنا يسترها. اتاري الجو كله تلج. فرحت قطعت حته كده وعملت ايه، وقلت احضر بقى كده ادام قليت، احضر بقى اول ما اقلي ايه بقيه الطاسه. اللهم صل على النبي. فتحنا بقى هنا التوميه، والله مش فاكره سعرها بالامانه يعني، بس الموزاريلا ستيكس سعرها 65 75 حاجه زي كده. وكيس اللي هو البانيه الجاهز ده، ستار نوعه، اللهم صل على النبي، نوع ستار ب85 جنيه. وموتزاريلا الحمد كانت اللهم صل على النبي، موتزاريلا الحمد كانت بفكر السعر يا جماعة، بس اللهم صل على النبي لما ذكرني، ب125 أو 130 حاجة كده، يعني فرق تقريبا 5 جنيه أو 10 جنيه، 130 135 تقريبا يعني. عشان جايبة الحاجة دي من كام يوم وكان عندي برد، ونزلت اضطريت ان انا انزل اتسوق عشان مفيش وقت ان انا انزل بعد كده، داخلين على امتحانات ومنعطف تاريخي. كنت عايزه اسيب كله قد بعض، اسيب 6 وحدات و6 وحدات، فحسيت ان هما كده هيتكسروا في الفريزر. فهفك الكيس تاني وهجمعهم جنب بعض فوق بعض. دي افضل طريقه ان انا اشيلهم يعني بيها، وبكده هيكون حلو، هقدر ان انا احافظ عليه في التلاجة يعني اطول فتره ممكنه. بعتذر لكم على الصوت ان الولاد نايمين جنبي، لو في اي صوت مضايق. اللهم صل على النبي. وعملت ايه تاني، او بالتالي كده انا هظبطه وظبطته كده وظبطته خالص. بصوا الموتزاريلا تحفه، مطتها حلوه مش مطتها عاليه قوي، اللي بتمط زياده عن اللزوم مش بيبقى فيها طعم. خلي بالكوا يعني، اللي بتمط زياده عن اللزوم مش بتبقى فيها طعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا البانيه من جوه تحسوا ان لونه مش لونه كده ابيض، واخد لون كده بقولكوا، بس سخن وطعمه جميل. وهنا جبت الفينو، بصوا الفينو الصغنون ده تحفه، ده مش بيتي بان، الفينو ده اكبر منه شويه، ده مش البيتي بان على فكره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وعملت كده حاجه سريعه وطعمه حلو وجميل وزي الفل وتحفه. بصوا، بصوا بننزل ايه، تحفه. انا بصراحه ما حبيتش طعم الصوص ده، مش طعم التوميه خالص يعني، لو كنت عملته في البيت كان هيبقى احلى من كده. اللهم صل على النبي. الحاجه اللي هي بجربها بصراحه وبتطلع حلوه، بعتذر لكم اني مش بعرف اخد نفسي،
نفسي مكتوم شويه، فمش بعرف اخده شويه وانا بسجل لكم. اللهم صل على النبي. بقول لكم بصوا الموتزاريلا تحفه. انا بصراحه مش بحبها، مش بعرف اكلها كده. الولاد بقى حبوها وعجبتهم بصراحه، بألف هنا ليهم، وقالوا لي والله يا ماما طعمها جميل، دوها هتعجبك. بس هما بقى اللي اكلوها بألف هنا وشفا ليهم. وبس كده ظبطت وحطيت حته كابوتشايه ما كانش فيها تلج وسبتها تفك، ولما فكت لتاني يوم انا حطيتها في التلاجة الكابوتشايه. وبس هنا كده فرست بقى الجبنه. وصوص الجبنه هقسمها بطريقه حلوه قوي، ان بصراحه الكيس كله بيبوظ مني، فانا بقى بستغرب اني ابوظ. ساعات ما بيبص مني لاخر قطره، بس قليل قوي لو باظ. فبصراحه بيبقى صعب جدا عليا لما يبوظ، قلبي الضعيف لا يتحمل. فهو طبعا مش رخيص، ب100 وشويه. كنا بنجيبه كان ب45 جنيه، ففي فرق شاسع في الاسعار. اه جبته كذا مره كان باسعار مختلفه، لكن انا بحب الميكس، يعني اكتر حاجه بحبها طعم الميكس. الميكس مش بتشد قوي طبعا، غير الموتزاريلا صافي بتشد، بتفرق. فحبيت ان انا بقى ايه اهندم بايدي كده وما اغسلهاش وما بهدلش الدنيا، لكن بالعكس الدنيا اتبهدلت خالص. بس على مين؟ هظبط واربط اهم حاجه. ما تسيبيش الهوا في الاكياس عشان ما تاخدش كمان مكان، وتحافظ لك على نوع الخضار اللي انت شايلاه، نوع الحاجه اللي انت بتشيليها تكون ايه، حلوه وجميله. وبفضل ربنا وبركته علينا ان احنا نعمل حاجه احنا بنحبها وتكون حلوه وجميله. وبس كده بتكون حاجه زي العسل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بتكون كده زي الفل وتمام التمام ومية مية. قسمت كده عشوائي، بس انا عارفه انا عملت قد ايه، وعارفه عملت ايه. بتكون حاجات جميله وبسيطه كده لما تظبطي تلاجتك وتظبطي حاجتك وتطلعي تستخدمي الحاجه ما تهدريش فيها، وتكوني محافظه عليها. زي ما انا عملت كده. انا على طول على فكره خضار جدا بيبوظ مني، واللي عارفني عارف كده عني. انا مش مهمله والله في حاجتي ولا اي حاجه، بس هي الحاجه بتبوظ لوحدها. بجيب الحاجه مثلا مش بعملها على طول، بس المفروض اطلع من تحت احط الحاجه في الحوض، تتعمل في ثانيه، ما تقعدش ما تاخدش وقت، تبقى سريعة كده. بس الواحد غصب عنه في دروس وفي مدارس وفي كده، الحاجة بتبقى رخيصة قدامي فبضطر ان انا اجيبها. لو مش رخيصة مش هجيبها. ما هي لازم تكون رخيصة عشان اجيبها، وتكون حلوة. مش شرط ان هي تكون رخيصة بس، لا شرط ان هي تكون رخيصة وحلوة. فانا بصراحة ما قدرتش ان انا اروح السوق للاخر، فاضطريت ان انا اروح اجيب الحاجة دي من قريب مني. المكان اسعاره مش بتبقى غالية، يعني بتبقى اسعاره حلوة مناسبة، ومش رخيصة، يعني اسعار وسط، ممكن اقل من الوسط كمان بتكون حلوة، بس مش ارخص حاجة. فاهم حاجة تكون اللي هي حاجة نظيفة وحاجة زي الفل. وعملت اللهم صل على النبي 5 اكياس وكيسين، كيس موزاريلا ستيكس، وعملت كده كيس كبير وكيس صغير. بقول لكم اللي انا احتاجه يعني هطلع اكثره منه واستخدمه عادي، ما فيش اي مشكلة. طبعا انتوا عارفين عرض الصابون اللي انا بجيبه. اللهم صل على النبي. عملته وسبته لتاني يوم. اللهم صل على النبي اللهم بارك. عملته على، اللهم صل على النبي، عملته على ايه، على 6 لتر مية. الكيس اللي جواه بيبقى فيه لتر، فانا عملت 6 لتر مية، وكان حلو وجميل وزي الفل. بس مش هعرف اعبي بالكوبايه دي بصراحه، هتخنقني. هشيلها بقى وهقلب الجردل كله وهعبي بيه. بس الصابون فيري، مش صابون عادي، الصابون زيه زي الفيري، ونوعه حلو قوي وجميل، اللي هو اللي انا جبته معاكم في فيديوهات كتير. ما صورتهوش معاكم بصراحة واستغنيت عن الكيس طبعا ورميته. فبقول لكم انا هعبي كده على طول، وفعلا عملت كده. وبس كده انا خلصت، مش مجرية المقطع معاكم ولا اي حاجة عشان يفضل بطبيعته. وزي ما انتوا شايفين كده انا كده خلصته، وده 4 لتر 800. وفاض كمان معايا حبة في الجردل هتشوفوهم معايا دلوقتي. وكده طبعا انا عملت الصابون. وهنا بقى ايه، عشان انا محتاجاه بصراحة، وبحب الازازة الاوكس اللي ورا دي، بتقعد معايا كتير بصراحة، بتساعدني يعني مع الصابون. بصراحة ريحته كانت قوية المرة دي وكان جميل جدا. ويا رب بس الريحة دي تفضل فيه، ريحته كانت بصراحة تحفة.
شويه اللي هما محطوطين في الجردل معايا دول هستخدمهم، وهشيل الجيركل دوت احطه تحت الحوض بقى، وخلاص على كده. وهنا بقى هنشوف شويه المشتريات اللي احنا اشتريناها. اشترينا ايه؟ زيت حلوة، وده كان بكام؟ كان ب300 جنيه. هو بيتباع ب310، انا جبته ب300 جنيه. وجبت هنا كمان من عند العطار كل الحاجات دي. جبت الرز، وانتوا عارفين الرز ده انا جبته معاكم قبل كده، جبت منه بس كمية بسيطة، ان انا لسه عندي ايه بقية الرز، ما عملتش رز قوي. واللهم صل على النبي. وجبت بقى نشا، وجبت ذرة، دقيق ذرة، وجبت فول صويا وشوكليت شيبس، وجبت حمص، وجبت ملح. الملح دوت ب... مش عارفة، تقريبا ب20 جنيه. اه تقريبا الملح ده ب20 جنيه. والله ما فاكرة الملح كان بكام بالظبط. الفول كان ب60 جنيه. جبت نص كيلو ب30. الفول الصويا، والسكر ب30. والفنكوش جبت ربع. مش فاكرة بصراحة الحاجات أسعارها قوي. اللي فاكرة سعرها هقول. الدقيق ده تحفة تحفة تحفة، ب20 جنيه او ب18 جنيه حاجة كده. ازازة الخل ب15 جنيه. كيس البن ب25 جنيه. والعسل جبت نص، والطحينة جبت ربع. وجبت بقى بهارات في اللحمة كنت محتاجاها، جبت ب20 جنيه. واللهم صل على النبي. بقولكوا دي كل الحاجات اللي انا جبتها. وجبت ينسون نجمة. وبس دي احتياجاتي. وجبت 2 كيلو سكر عشان انا عندي سكر، بس جبتهم احتياطي. وابتديت ان انا اشيل الحاجة، والولاد خدوها ايه مني يشيلوها بس. وشلتها كده عشان لما اجي استخدمها نشوف مع بعض هنستخدمها ازاي وفي ايه وكده يعني. اللهم صل على النبي. بعتذر لكم اني مش عارفه اخد نفسي خالص، مزكمه. بحاول على قد ما اقدر ان انا اخد نفسي وانا بسجل لكم. ودي كانت مشترياتي، ونشوف اللي بعده جبنا ايه كمان. ده مشترياتي بالنسبه للخزين يعني، العلافه بالبلدي كده. هنا جبنا موز، الموز الجميل الحلو الصباع الجميل ده. وجبنا برتقان حلو كده. الموز كان ب22. انا جبت من ابو 25 عشان فيه ب22 بس صغير ورفيع. والتفاح ب70. واليوستفندي جبت بصراحة من ابو 25. قلت خلاص هي مرة في الشهر كده نجيب من ابو غالي، كله من ابو غالي كده ونروق على العيال. وهنا بقى جبت البرتقان كان ب20 جنيه. ال اللهم صل على النبي. اللي هو دي الكيوي. الكيوي دي تحفة، طعمها جميل جدا، مزازتها هادية مش لاذعة، وطعمها كان جميل. جبت الفراولة ب40 جنيه. وجبت، وطبعا الفراولة كانت من قبلها بيوم بصراحة وانا فضيتها. الرمان عمالة افتكر اسمه. الرمان كان اللهم صل على النبي. والبلح ده كان عندي في التلاجة، قلت اوريهولكوا برضو. ما كنتش جايباه معاه، كنت جايباه من قبل كده. الكيلو كان ب20 جنيه، اسمه بلح سماني. ودي كانت كل المشتريات اللي انا اشتريتها، ويا رب تكون عجبتكم بأسعارها. وبس كده، ونشوف بقى جبنا ايه كمان. اللهم صل على النبي. تهيالي كده خلاص. حاجات تانية في فيديو جديد، واستنوني. مع السلامة.